طريق الحزن في هذا اليوم ومن دون مبالغة يؤدي إلى بلدة المتلوي ولاية قفصة على بعد نحو 400 كيلومتر جنوب غربي تونس. عندما وصلنا كان الأهالي يدفنون ضحاياهم، وبالذات الرجل الذي قتل مع ابنه بطريقة بشعة حسب ما قاله لنا الناس ومصادر في الأمن. 8000 واحد في بابا أخويا وحده التجمعين وهذا الرجل فقد ابنه الذي يبلغ 22 عاما. غصة ملأت القلوب والحناجر. المتلوي كانت حزينة جدا. الوضع الأمني متوتر نسبيا بعد مقتل 19 شخصا وإصابة 150 آخرين. ثم ناس يغذوا في أهل الطائفية هذه بالعاني باش معناها يغطوا على الناس اللي كانوا متورطين مع الطرابلسي وعائلة الطرابلسي. ها بكل صدق وبكل أمانة. أما هو باش يقول لك هاي ما بين الجريدية وولاد بو يحيى بكلهم انساب وبكلهم أخوال وبكلهم أولاد عم. قوة الأمن المشتركة تعمل منذ أيام لإعادة الهدوء في المتلوي التي بدت في بعض لحظاتها مخيفة. أفراد الأمن أنفسهم لهم صعوباتهم من حيث الوسائل والتعليمات. تونس بلادنا وأهل المتلوي أهلنا وناسنا، احنا قاعدين ننقذوا فيهم. نحبوا الصورة هذه في الجزيرة يا اخويا، أمانة عندكم وصلوها. شوفوا الأمن بتاع تونس، شوفوا الأمن بتاع تونس كيفاش تعب من البارح احنا كما هكا. وش هو الوضع الأمني الآن؟ وش هي المتاعب الصعوبات اللي تلاقيوها هنا من أجل استتباب الأمن؟ صعوبات، أكبر صعوبات نتلقاها هنا ما عندناش تعليمات صحيحة. أنا نخدم ونقدم روحي ونقدم تضحيات كبيرة وما نلقاش شكون يحميني. هم زوز عروش ولا لو أعلم شو القضية بالضبط ما نعرف ايش، يقتلوا في بعضهم. يعاونونا اخوي، يقصوا علينا المشاكل هذه شوي ونطلبوا من السلطات نتاعنا تعطينا شويه تجهيزات اخوي توفر لنا حتى الراحه نتاعنا. مظاهر ضنك المعيشه لا تحتاج الى تفسير، وغياب رؤيه تنمويه فسح المجال للتعبير عن النعرات العروشيه. نحن الآن في لحظة تاريخية، لابد أن نقف وقفة تأمل ووقفة مسؤولة باش نحد من هذا التيار الجارف اللي ممكن يؤدي بمزيد من الضحايا ومزيد من الدماء. لقد استنهضت الحركة الوطنية فروسية العروش لمقاومة الاستعمار. بعد الاستقلال قيل لهم إن الفروسية مجرد رياضة، وسكن الفقر هذه المنطقة الغنية بالفوسفات. فهل أخفقت الدولة الوطنية؟ وهل ستنهض فروسية دولة القانون؟ عبد القادر دعميش، الجزيرة، المتلوي، جنوب تونس.